إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كبرات أحوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لوم إن شاء الله تعالى سورة الجن كاب آية مبل عسرت أربعتي كنجمرنا إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي ربي أمدا.
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا إن شاء الله تعالى قرأنا آيات لومي كنفسر كنتنتنينا الله سبحانه وتعالى بدقف حجز مسانا خون دعانا ناب قويتا ناب الله سبحانه وتعالى نما حلالف يقول الله سبحانه وتعالى وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا إذا قال زي مقصلتا نايتم أغان انت زبلوا مالتيو ننحدهم كزاربوا خلو تقرآن كاب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم سمعوا مخاء نتوم بصوتهم كتنققون كنقولون مسمصو كمزي لهم تزاريبهم مالتيو وأنا منا المسلمون قال خباتاتنا ون انت يوم مسلمين يوم من قويتان الله سبحانه وتعالى إيدهم ذهبوا زستسلموا زآمنوا يوم قال خبانا خاء انت له القاسطون القاسط بمعنى الجائر حدا مجرم ويكا جبننيا مالتيو جيغا زفصمه جبننيا كبهال كال واب قال من الباشون حنسا انت القاسطون والمقسطون طقان كلتين سلازخونا تقراربا قالا سلازخونا ممكن جلسب حدا ترجم كبن ويكا حدا خمسلو اخ الين فقالوا القاسطون كم انت مصيا كاب قاسط أما توم المقسط زبهالجن انتايو هو العدل يعني لك بقنع من قد الزخيد ايو فالمقسط ترى لك كاب قاسط يكونتن القاسط انصار النعام مالتيو فالزيع حجي بين كلتي ان تقراربا تمساسل اخونا خلوها لكن معنى ان ترجمان انتايو بينه انصاري مالتيو المقسط فهو لسان العدل المؤمن تقي أختب له تقل أما القاسط فهو المجرم الذي أو الكافر ومع سياز قبر قبل فتصم كجاجي مالتيو فمن أسلم أتي أسلم ويكأتي مجد الله سبحانه وتعالى حيزوز خده أتن قويتا إدو ذهب خاء فأولئك تحروا رشدا زم سبات زيهم نفسهم كنوع مجدي ناتان مجدي نجات مجدي نجان حزوم زخدو سبات يوم كاب عذاب الله سبحانه وتعالى خب مطاعة الله سبحانه وتعالى ناطع زخونو ايوم من يوم توم زي مسلموا مالتيو بالله سبحانه وتعالى زامنوا الله سبحانه وتعالى زاززوم زفصوا مالتيوم كافتم اغاننتي سبد يكون زيوم حجي توم اغاننتيوم زاربوا زلو مالتيوم واما القاسطون توم قاسطين جن انت يوم فكانوا لجهنم حطبا فالله سبحانه وتعالى قال آية وقودها الناس والحجارة لنا مالتي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق في سورة لا الطلاق مش كده لا يا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم التحريم سورة التحريم طلاق والتحريم فالله سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء الحطب جهنم فكذلك معنات رأي معنى سباتنا يكونون إسات مقاصلي زخونوا ويكا مغوهر زخونوا زيادة إنما الله سبحانه وتعالى بزي أول انتهي ذكيرهم مالتهم وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا مغوهر خونيهم كم انتيتي حجي انتيتو تصو خلخا اسات انتهي زخون يطفئ يقدل زيادة يوسخ مالتيو زي زيادة حيل يزبو مالتيو زيادة مغوهري يخونوا مالتهم فكلما الجهنم زيدت من
الكفار كفتهم كحتي سواء أجاننت يخونوا وين سب يخونوا أنت أخذ كون مالتي زيادة النا جهارت النا برتعت ياخذ كيد فالله سبحانه وتعالى زيهم زم قاسطين زبهالو زلو فكانوا لجهنم حطبا وقودا بالبال زبلاخ من دغنا زوسخا نهري يخونوا مالتهم فيكونون جزء حدا خفتي اسات كخونهم مخانم الله سبحانه وتعالى ينغرنا فاذا اتم اغاننتي اون الله خباتهم الجنه زاتو الله خباتهم ون لجهنم زاتو مالتيو سب جهنم الله اغاننتناي جناون كم زلو بريهلنا مالتيو ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه العلماء كلت معناه بمولا نزيئة وأن لو استقاموا على الطريقة استقاموا على إيش من هم هل المؤمنين أو الكفار القاسطون قال وأن لو استقام هو المقصود هنا القاسطون هو الكلام ما زال منيو أفتهم قاسطين أفتهم حجة تقصوا مالتهم لكنها حتعم لكن في النهاية هل الكلام يعود على من كفر ولا على من آمن أنتم برضو اختلفتم كما اختلف المفسرون قالوا اختلف المفسرون طبعا في هذا أحدهم المعنى قال لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام يعني لو استقاموا بمعنى الاستقامة إلى الخير وسيدوا ما مالتهم لو استقاموا على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا نبوقت إلهم تزخنوا الله سبحانه وتعالى قال لأسقيناهم ماء غدقا تزأمنوا نيروم تاي مخونوا نيروم الله سبحانه وتعالى ماي ببزحي مكسكس لهم نيرو ماي مفسس نيرو زرعتهم أنتي كبقل ششاي كبزح مالتهم الله سبحانه وتعالى المقصود أنه كان وسع لهم في الرزق لنفتنهم فيه أي حتى الله سبحانه وتعالى يختبرهم بالخير أي لنبتليهم ابتلاء ويكأ فتنا مالتي نوعهم هل أفتزلوا هداية يقصلوا له ويس يقاقيوا هذا قول والقول الثاني وأن لو استقاموا على الطريقة قالوا لو استقاموا بمعنى ليس استقاموا معناه من قد حزم كيدهم ما لا يكونن لكن لو استمروا على طريقة كفرهم أي على أقرب مذكور من القاسطون الذي تباهل دلوا أو لو استقام هؤلاء الضلال على ضلالهم أو خم إلهم تدعى قد إلهم كي الله سبحانه وتعالى قال لأسقيناهم ماء غدقا طيب أيوة فربطوها بإيش لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فهو فتنة لهم الله سبحانه وتعالى طبعا يفتن الكافر ويفتن المؤمن فحملوها على أقرب مذكور طبعا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا أي هؤلاء الكفار لو استمروا هذا المعنى الثاني قال أي معنى ذهبوا حجي زون قاسطين استبهالوا انتدعى أفتزلوا وقتلهم أفتطفآتهم انتدعى قتلهم الله سبحانه وتعالى انتهي مورد لهم نيرو رزق زيادة مهابهم من نيرو طبعا نزلت من مساسل آياتات هون كان له يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا بمعنى يوم حجي فتح لهم الله سبحانه وتعالى مع أنهم إيش مع أنهم كفروا نسوا ما ذكروا به يعني خابز خفي إلا حتى بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم مبلسون ويقول سبحانه وتعالى كذلك في آية أخرى أيحسبون أنما نمدهم طبعا أنما نمدهم به من مال وبنين ولادن جنزبن نهبهم زلنا أزس انتهي مسيلوا انتهي نخير ديو قال نسارع لهم في الخيرات يعني انتهي مسلوم يعني هل خمس غيرنات رزق انتهابنا يمسي تخير بإمام بتقام دش دبلد يمسيلوهم بل لا يشعرون فالله سبحانه وتعالى يفتن الكفار ويفتن المؤمنين بالخير الخير فتنة والشر فتنة فحملت زي أحد من تايت بلو ما مالتهم فإذا حملوها على أنه فتنة الكافرين تكون كذلك بالرزق لأنه زي عندنا أفتي رزقهم أفتي جيجا ناتهم يوسخون الله سبحانه وتعالى زيادة فتنهم نيرو مالتهم
فإذا كلتا ترجم كينو مالتي حجيت حدا وأن لو استقاموا أي هؤلاء القاسمون زم تجاجيهم زلوا لو استقاموا بمعنى استقامة حزم مزن برجليفهم ناب مجد استقامة خيدهم نيرهم تزخونوا الله سبحانه وتعالى ششاي مورد لهم نيرو إذا ششاي ون إندجنا تايو إندجنا تي فتناون قد قال الله مالتي والله سبحانه وتعالى يبتليهم بالخير تمعنا أدخل أي ترجم دماني لو استقاموا أي قتلهم تزغطوا نيرهم ليس استقامة معناها قتلهم من قد خير حزم مالتها يكون مستقيم من قد لا لو استمروا نفتح حزم وزلوا بقوا قتلهم مالتهم لأن الصوم هذا من قد حزم خذوا له حجة من قد طفعاتهم فلو استقاموا عليه مشوا عليه بمعنى استمروا قتلهم بأنت الآخرهم الله سبحانه وتعالى كم زجروا شيشة يريدوا عندنا مفتنهم نيروا مالتهم فالله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا ومن يعرض بمعنى أنه يأبى أبيو نتحكي نتيجو انتدأ مقبال أبي وجن الله سبحانه وتعالى انت أخو قبره سينزل عليه عذابا يسلكه من تاكوت ومالته أفتي كبد زخونه مقطعتي فقال عذابا صعدا أي مشقة لا راحة معها يعني تي صعد أخبها لهم كله تي مقطعتي ويكات شجر زي قارص مالتي صعدا معناه ناوصل خيت زي كوينو أي قارصني كم النابلة يقصل مالتي وقال ابن عباس هو جبل في جهنم فكأنه جبل دنزق وبزين زي عقب زي أبي يوم القيامة بؤ الله سبحانه وتعالى بزع عقب زي خديبو يقطعهم مالتي لأنه صعد بمعنى الصعود نلعل تديب مالتي فحمله على أنه في كأنه هناك جبل في جهنم بؤه يقطعون دقنا تناي جهنم كي أخلهم تناي إسات كي أخلهم أبرسيون أفتيز له بوتا نلعل خديبون يؤزز مالتي فقيل إنه هذا هو أو قيل لا راحة فيه مشقة مواصلة جينات حمام ويكاتي شجر تمقطعتي تي سقاي إن وسخي ويكا عرفت زي بلو كوينو خيد